السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا اموركم مزيانه. تصنت مزيان، تبع هذا الفيديو حتى الاخر، ما دير حتى حاجه غير شوف الفيديو. بطبيعه الحال بغيتي دير شي كومونتير زوين، شي لايك زوينه، راه بخاطرك. بغيتي تشترك في القناه باش ان شاء الله يوصلك كل جديد، حتى هي راه بخاطرك. خويا المسلم، اختي المسلمه، بطبيعه الحال انت ولا انتي غتكون اليوم 13 يناير كتحتفل براس السنه الامازيغيه. الا كنتي امازيغي بطبيعه الحال، خويا ولا اختي العزيزه، انت كمسلم احتفلتي براس السنه 2023. بلاتي كاينين واحد المعلومات اللي بزاف منا كيعرفوها وزايدين كاين فيها علاقه لنا بها حنا كمسلمين وكأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبع معايا، انت ولا انتي احتفلتي براس السنه 2023 واحتفلتي ب 2000 و2000 المهم احتفلتي بزاف من. جا اليوم الدور باش تعيق انك كنتي غلط بزاف. اليوم اخويا الحبيب كاينه راس السنه الامازيغيه اليوم 13 يناير 2024. طبيعه الحال خويا ولا اختي، بلا شك انت ولا انت كتحتفلوا بعيد الامه وكتفرح بالام ديالك وكذا وهادي خويا ولا اختي اللي كيحتفلوا بعيد الحب، ياك عيد الحب ياك. تصنت خويا ولا اختي، انت اللي كتحتفل كل عام بعيد ميلادك، كتحتفل بعيد ميلادك. تصنت خويا ولا اختي، بطبيعه الحال ملي كتحتفل بعيد ميلادك غادي دير في بالك باللي واحد الحاجه كديرها حتى هي ماشي ليك. انت كتحتفل بعيد المولد النبوي، بدعه وما كاينش ليه الاساس في الاسلام. تولد النبي صلى الله عليه وسلم ماشي معروف وما عرفو حتى واحد. خويا ولا اختي، ملي دخلنا عند النبي صلى الله عليه وسلم غادي ندخلوا راس السنه الهجريه. خويا ولا اختي، حتى هي راها بدعه وما كايناش في الاسلام. غادي نمشيو الاحتفال بليله الاسراء والمعراج اللي كنسميوها ليله 27 اللي كيديروا فيها الطواجن الدجاج مناظره كذا. هذيك ليله الاسراء والمعراج ماشي للاحتفال وانما لقيام الليل، ماشي نهار 27. يعني كتسمى بالعشر الاواخر من شهر رمضان كاملها. راها ماشي اعياد للمسلمين وماشي ايام للاحتفال بالاعياد للمسلمين، لانها بدعه في الاسلام. والنصف هذه اللي ذكرنا منها راها اعياد للكفار. كاينين جوج الاعياد، وقول لي انت براسك واش الكفار كيحتفلوا به ولا لا. عندنا عيد الفطر اللي هي كيختتموا به الناس شهر رمضان المبارك. ثاني اللي هو عيد الاضحى. والمناسبه وعلاش كيحتفلوا به لاختتام 10 اواخر الحجه. وما كاينش صديقي العزيز شي عيد اخر كيتحتفلوا به المسلمين بتاتا ونهائيا. ربي سبحانه وتعالى راه قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. في الآية 31 من سورة آل عمران. وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهنا ملي تصنتي لهذا الفيديو من الديبار ديالو حتى الاخر ديالو، قول لي في الكومونتيرات واش عمرك شفتي شي يهودي ولا شي نصراني ولا شي مسيحي كما كان نوعو كيحتفل اعياد المسلمين كما حنا بعض منا والكثير منا الاكثريه. راكم عارفين راس السنه، عيد الام، عيد الحب، تخربيق، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكون الامور ديالكم مزيانه. تحياتي.